يا سلام عليكم. كل ما تيجي تكلم حد من الناس ولا تتكلم عن الادب والتراث، كل الناس مش عارفه حاجه غير الف ليله وليله والمجلد المطرب اللي في مكتبه العيله. كل الناس عارفاها من فوازير شيريهان، بس القصه الاصليه راحت في التوهان. قلت يعني هي جت عليا، لا تعالى لي لالي لالي لالي، رحت راقع كتاب اسمه اجمل 3 ليالي. معروف اسكافي يعني صوراماتي، كان طالع عينه بيقول يخرب بيت مراتي بطهقه ومعذبه، خدها عيشته مقلبه خلاها البيت وبالفرار لز، وقال عن ابوه اللي فكر في الجواز وراح بلاد غريبه صاع عليهم ابن اللعيبه، وكل الناس قالوا له يا جامد يا استاذ. وعلي بابا قصته معروفه مع المغارة، سمسم يفتح سمسم يقفل، سمسم يلف سجارة جرى جرى. علي خالق معازم اخوه شدوه سخنوه قالوا له فاك يو، وحصل حوارات بين علي واخته، والقصه فيها حاجه واخرها في قلوب حتى على قصته من خيال، جني فوق جني تحت جني يمين وشمال، وقصر وناس بتطير واماني الجني يحققها له، قصص لو حكيتها لابن اختك يقول لك يحمل يا خالو. قصص خياليه وغريبه، قصص خياليه وغريبه، وما تدخلش على طفل صغير، وان جيت تفتح بقك هيقولوا دي الاساطير. اجمل 3 ليالي في رايي انتوا هتقروهم، مش نفس القصه زي ما هي، اصل انا مش الفض ابوهم، زي ما كانوا زمان بيحكوها لي، حطيتهم في كتاب اجمل 3 ليالي، ده اسم الكتاب اجمل 3 ليالي، محمد فايز فيوز ليالي. يا سلام عليكم. اجمل 3 ليالي، عمليتي بقى مختين. اجمل 3 ليالي، عمليتي اجمل 3 ليالي.